هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. فيديو النهارده ملخص لمسلسل خادمة الرئيس الجزء الثاني. هو صيني ومتصنف رومانسي دراما انتقام. لو عاوزين تعرفوا احداث الدراما كملوا معانا الفيديو للاخر. وصلوا الفيديو 900 لايك عشان انزل ملخص مسلسل جديد على القناه في اسرع وقت. وقبل ما نبدا ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وانتظروا فيديو جديد على القناه الساعه 7 كل يوم بتوقيت مصر. اتفاعلوا معانا دايما وعلقوا اكتر واكتر. ناس بتتفاعل وبتعلق بحط تعليقاتهم في اخر الفيديو. ويا ريت تنوروني في المنتدى، بنزل هناك روابط ملخصات جميلة جدا، وفي صندوق الوصف كمان في ملخصات افلام جميلة جدا، متأكدة ان هي هتعجبكم. اتمنى تنوروني هناك. وبس لو بتحبوا المسلسلات التركية اشتركوا في قناتنا الخاصة بالتركي، ولو بتحبوا الانمي والمانجا اشتركوا في قناتنا الخاصة بالانمي. هسيب لكم الروابط في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله، ويلا نبدأ احداث الدراما مع بعض. الجزء التاني بيبدأ بالبطل اللي قرر ان هو يدافع عن البطلة في الحفلة وما يصدقش البنت اللي بتتهمها بالسرقة، وبياخد حق البطلة فعلا وبيمسك ايديها وبيخليها تضربها. وهنا بتفرح البطلة جدا وبتقول واضح ان هو مش شخص قاسي وبارد زي ما انا كنت مفكرة. وتاني يوم الصبح بتحضر الاكل وبتدخله للبطل اللي بيبص عليها وبيقول لها اكليني. بتبصله بقرف وبتبدا تاكله وهو مستمتع شويه، وبيقول لها امسحي لي بقي. بتمسك المنديل وبتقرب عليه وبتبدا تمسح بقه، وبيبص عليها وبيمسك ايديها وبيشدها عليه وبيقعدها على رجله وبيقول لها ايوه كده، عامليني كويس وخدميني كويس علشان انتي عارفه انتقامي بيكون عامل ازاي. وماسك دقنها وهي خايفه وساكته، لكنها فجاه بيرن تليفونها وبتقوم وبتتكلم في التليفون وبتقول لها الممرضة زوجك صحى من الغيبوبة يا آنسة. وبتتصدم البطلة، وهنا بيظهر زوجها وهو صاحي وبيفوق. وبتروح تجري لجوزها وتقول له زوجي العزيز أخيرا صحيت، وهي فرحانة. وأول ما بيفوق بيشوف البطل وبيقوم يجري من على السرير وبيقع على الأرض وبيمسك رجله وبيقول له سيد ضاي رئيس ضاي أنا آسف سامحني، أنا في حد أجبرني أعمل كده؟ بيقول له بجد أسامحك؟ حاضر هسامحك. طيب وبالنسبة للبنت الصغيرة اللي ماتت هترجعها لي امتى وازاي؟ وبيزقه على السرير وبيمسك البطلة وبيشدها من شعرها وبيقول له بس اقولك حاجة، احب اشكرك على زوجتك الصالحة دي، ضحت كتير من السنين اللي فاتت علشانك وبسببك. وبيقول له اسكت ما تقولش على زوجتي حاجة. وبيقول له استنى كمل، انت صح قتلت بنتي بس زوجتك تقدر تمنحني طفلة تانية. وهنا بيقول زوجها الرد اللي هيقتلنا كلنا وهيقتل البطلة، علشان زوجها بيرد بكل برود وبيقول سيد ضاي لو كان ده اللي انت عاوزه انا ما عنديش مشكلة، ممكن تاخد مراتي. وبتقوله البطلة زوجي انت بتقول ايه؟ بيقول لها ايه رأيك احنا كده لازم نروح الصبح نتطلق وتقدري تعيشي براحتك مع السيد ضاي، ويا ريت دلوقتي تطلعوا بره وتسيبوني وتمشوا. بتقوله ايه انت سبتني وسايبني السنين دي كلها بعاني لوحدي علشانك واستحمل كل حاجة، وفي الاخر تقولي نتطلق؟ انت ما تستحقش حبي ليك. وبتحاول تمشي، بيقولها البطل رايحة فين؟ تعالي هنا. وبيقول لزوجها انت راضي كده يا سيد ضاي؟ بيقول له ايوه انت ما تستحقش فعلا. وبيضربه وبياخد البطلة وبيمشي. بترجع البطلة وبتفضل تعيط لوحدها. بيدخل البطل وبيقول لها شايفة انت شجاعة ازاي دلوقتي صح؟ وبيمسكها وبيقرب منها. بتقول له بعد عني، عاوز تعمل ايه؟ بيقول لها هو ايه اللي ابعد عنك؟ انت عارفة جوزك لسه قايل لي ايه؟ جوزك لسه بايعك ليا، انت فاهمة؟ وبتضربه بالقلم. بتقول له بعد عني. بيقرب منها اكتر وبيقبلها. وهنا البطلة بتبدأ تستسلم، بيقرب منها أكتر وبيقضوا الليلة سوا. والصبح بيصحى البطل وبيشوف ظهرها اللي مليان آثار من كتر الضرب. بيقول حرام كل العذاب اللي شافته في حياتها ده بسبب شخص ما يستاهلهاش. وبعدين بيقوم وبيسيبها شوية وبتصحى وبتقوم وبتقول بتبيعني أنا بعد كل دوت؟ أنا البقاء في البيت مع الوحش ده أحسن بكتير من شخص ما يستاهلنيش زيك. بتيجي تمشي بتلاقي البطل اللي بيقول لها خير على الصبح رايحة فين كده بعد اللي حصل بينا امبارح؟ بتقعد على السرير. بيقول لها قولي ايه مش عاوزة تشوفي بنتك؟ بتقول له ايه بنتي؟ وبياخدها المكان وبيكون في بنت صغيرة. بتقول له ابي. بيقول لها اميرتي الصغيرة عاملة ايه النهاردة؟ بتقول له هي مين دي؟ بيقول لها ايوه دي بنتي. وبيقول للبنت دي مامتك. بتقول له بجد دي ماما؟ وبتجري عليها وبتحضنها وبتقول لها ماما، وهي بتقول لها بنتي بجد. وبيبان هنا ان في حد بيصورهم وبيروح يدي الصور لواحدة وبتقول حضرتك صورنا الرئيس ده النهاردة ومعاه بنت وطفلة. وبتقول ايه دول عيلة، بيطلقنا انا وبيرميني وبيكون عيلة مع واحدة تانية. وبتقول طيب لما نشوف لو الطفلة دي حصل لها حاجة هيعمل فيها ايه، اكيد هيرميها زيي.
وبعد فترة بتروح البطلة قصاد شركة البطل، بتقول ان هي عاوزة تدخل بس الامن بيمنعها، وبتقول ان هي حاجة مهمة لكن محدش بيدخلها. وبيطلع البطل بعد شوية وبيشد البطلة وبيقولها بتعملي ايه هنا، ازاي اتجرأتي تيجي هنا اصلا. وبتقول له انا اسفة بس انا محتاجة مساعدة، الطفلة اختفت ومش لاقياها. وبيقولها يعني ايه، ازاي يعني. وبيرجع البيت وبيجي المساعد اللي بيقوله مش لاقيين اي حاجة عنها، بنعمل ايه دلوقتي. بيقوله يعني ايه، وبيقول له تلاقيها لي بأي طريقة اتصرف. وبيضربه وبيقع وبيخاف وبيقول حاضر يا سيد ضاي. وبيطلع وبيتنرفز البطل وبيقلب الترابيزة وهو متضايق جدا، وبيفهم ان طليقته ليها ايد في الموضوع. وبيطلع يجري عليها وبيقول لها هي دي الطريقة اللي عاوزة تجيبيني بيها. وبتقول له يعني ايه، تقصد ايه. بيقول لها فين بنتي انطقي. بتقول له بنتي مين، مش فاهمة. بيقول لها للمرة الأخيرة هسألك فين بنتي وإلا هتصرف تصرف تاني. وبتقول له في أوضة الألعاب. انا عملت كده علشان انا مستحقش انك تطلقني بعد ما طفلتنا بتموت. بيقول لها انت عارفه كويس ان زواجنا كان مصلحه مش اكتر ولا اقل، وجود الطفله او من غير كان هيحصل الطلاق وده امر طبيعي، اتمنى معرفش عنك حاجه تاني. وبيمشي. وبتقول مصلحه، انت كنت بتحبني قوي، بتحب بنتنا. وبتزعل وبتقول اشمعنى دي. وبتظهر البطلة اللي هتموت من التوتر، وبتيجي البنت اللي بتقول لها ماما، وبتجري عليها البنت وبتحضنها وهي فرحانة بتبص على البطل. وتاني يوم بتقول للبطل سيد ضاي شكرا ليك لسماحك ليا ان انا اشوف بنتي، بس انا مش هقدر اعيش كده، انا لازم اشتغل بجد واسدد ديوني. وبتمشي. ولما بيعرف البطل بيطلع يجري يشوف هي فين، وبيقول المساعد ان هي مشيت. ممكن اروح اعرف لك مكانها فين يا سيد ضاي واجيبها لك، بس بيقول له لا سيبها. وهنا بتعدي فترة زمنية لمدة سنة وهما ما يعرفوش أي حاجة عن بعض. والبطلة بتكون حياتها اتحسنت كتير وبقت شغالة في محل ورد وبتبيع كويس، وشكلها اتغير كتير عن زمان. وهي شغالة بتظهر رجلين شخص داخل المحل، وبيكون البطل اللي بيقول لها عاوز ورد هيتقدم هدية لسيدة جميلة. بتبص عليه البطلة وبتتصدم، وبيقول لها عندك أي توصيات. وبتقول له الست دي أنا أعرفها يا ترى. وبيقول لها أيوة. بتقول له اكتبيه على الكارت. بيقول لها انا عاوز اقول لها 6 كلمات بس. وبيقرب منها وبيقول لها انا اسف وانا بحبك قوي. وبتضحك البطلة وبتحضنه وبنوصل للنهاية السعيدة. وبيخلص المسلسل على هنا. اتمنى يكون عجبكم، وصلوا الفيديو 900 لايك عشان انزل ملخص مسلسل جديد في اسرع وقت ممكن. وبس اتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واعملوا لايك للفيديو لان ده شيء بيفرحني جدا. ودي تعليقات اكتر ناس بتتفاعل معايا وبتعلق الفترة دي. شكرا لكم جدا يا حلوين على تفاعلكم وتعليقاتكم الايجابية اللي بتعجبني وبتفرحني جدا. وبس لو بتحبوا الانمي اشتركوا في قناتنا الخاصة بالانمي، ولو بتحبوا المسلسلات التركية اشتركوا في قناتنا الخاصة بالتركي. هسيب لكم الروابط في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت. ويا ريت تنوروني في المنتدى، بنزل هناك روابط ملخصات افلام جميلة جدا، وكمان في صندوق الوصف هتلاقوا روابط ملخصات افلام جميلة جدا. اتمنى تدخلوا القناة دي وتشتركوا فيها وتنوروني هناك لان هي قناة جميلة جدا وتستحق الدعم. وبس ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله، واشوفكم في فيديو جديد يا حلوين. باي باي.